وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا الظهر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي هل هلالك والبدر هبان شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك والبدر هبان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهار بالخير مليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، مساء الفل والورد والياسمين على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. جايه لكم النهارده يوم جديد روتين جديد ان شاء الله بأمر الله. روتين النهارده يعجبكم. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو صلي على الحبيب قلبك كتير، صلي على الحبيب ترتاحي من كل هم وضيق، صلي على الحبيب ربنا يكبر خاطرك ويطبطب على قلبك بكل حاجة حلوة كده نفسك فيها. ربنا يكفيكي شر شياطين الانس قبل شياطين الجن، ويكفيكي شر كل حاجة توجع قلبك وتخضك على حبايبك. اللهم امين يا رب. يكفينا شر فواجع الاقدار وكل حاجة ما نقدرش عليها يا رب ما تقدرش علينا بيها يا رب. وانت بتصلي كده قولي يا رب ما تحملنيش فوق طاقتي، يا رب انا طاقتي كده، انا اخري كده، يا رب ما تشيلنيش فوق طاقتي يا رب. يا رب اقف معايا اجبرني واصلحني كده من جوه ووفقني ويسر لي امري ودبر لي حالي فانني لا احسن التدبير. صلي على النبي كتير 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 وادعي، وطول ما انت قاعده دعوات 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 ربنا ان شاء الله بامر الله هيستجيب. ربنا يكبر خاطركم ويفرح قلوبكم ويصلح حالي وحالكم ويفك كرب اخواتنا في فلسطين. اللهم امين يا رب. يلا بينا نشوف بقى التوم انا عملت فيه ايه النهارده. انا مسكته فرطته كله زي ما انتم شايفين كده. هو كان رخم، بصوا، مع ان انا ما فرطتش بضوافري والله خالص، بس تقشيره صعب قوي ورخم قوي. انا يعني عملته على مرتين، يعني الكميه اللي جات لي كلها انا قسمتها على مرتين، يعني عملت جزء منها بالليل ما صورتوش ولقيت ايديا وجعتني فرحت مكمله الجزء التاني وقلت اصوره معاكم. مسكت التوم بقيت اشيل الحته اللي من فوق واشيل القعره بتاعتها اللي من تحت اللي فيها الطينه دي، وبدات افرط كده التوم زي ما انتم شايفين كده. فرطته كله فكته من بعضه، واي قشره ناشفه كده شلتها، كل القشر الناشف اللي موجود بين التوم كده رحت شايله. خلصت الكميه كلها ومسكتهم قلت افرمهم. انا بفرم التوم وبخزنه بملح بس يا بنات، ولا بحط زيت ولا بحط شطه ولا اي توابل ولا اي حاجه خالص. هو شويه ملح بس كده بيخلوا الكبه تمشي. وطبعا خد معايا وقت في ايه في الفرم، لان الكبه الكبيره طبعا مكسوره ولسه ما صلحتهاش. الكبه الصغيره بتاخد كميه صغيره ولازم كل شويه اشيل الغطا واقعد اقلب فيها كده من جوه علشان ايه كله يتمزج كده مع بعضه ويمتزج كده في بعضه ويتفرم فرمه حلوه مع الملح كمان، ما تبقاش حته فيها ملح وحته لا. الحاجات دي يا بنات يعني تفريزات وحاجات بتبقى بسيطه بجد بتريحنا. لو انت عندك مكان طبعا وبتجيبي التوم بتخزنيه وبتسيبيه يعني ناشف عندك في البلكونه ما يجراش حاجه. لو عملتي لك 2 كيلو بس فرمتيهم وهو التوم اخضر كده وطري وتقشيره مش صعب، فرمتيهم كده عملتيهم على كيسين 3 وحطيتيهم في الفريزر مش هيخسروا معاكي صدقيني. هيجي عليكي اي وقت زنقه كده تلاقي نفسك ان انت مش فاضيه او مشغوله مش هتلحقي تقشري توم فبتنجزي فيهم. تلاقي نفسك يعني بتستخدمي من اللي موجود عندك في الفريزر. يعني حاجات بسيطه بتسهل علينا وقفه ومدارس بقى والدروس والعيال واللي عندها شغل والحاجات دي. ربنا يعين كل واحد على حاله. اللهم امين يا رب العالمين. عملت الكميه كلها وبدات بعد كل اللي افرمه بقيت اقلبه كده علشان كله يدخل الملح فيه ما يبقاش حته مملحه وحته لا. اكياس صغيره. انا عندي الكيس اللي هو الدرج، اول درج في الديب فريزر فوق خالص، درج صغنن. هو المفروض الدرج ده بتاع التلج، انا ما بحطش فيه تلج بصراحه. انا عاملاه للثوم ليه؟ لان هو درج منه فيه كده ما بحطش فيه اي حاجه خالص الا الثوم بس، علشان الثوم ما يكرفش على بقيه الاكل وبقيه الحاجه اللي انا مخزناها في الفريزر ويبوظ لي الدنيا. تمام. وبكده هتحافظي عليه من غير ما يطلع ريحه ولا اي حاجه. ولو ما عندكيش الدرج الصغير ده زي اللي عندي هتحطيه في اكياس وترصيصي كده، وبرده ترجعي تحطيه في كيس تاني اسود وتربطي عليه وتحطيه في قلب الفريزر. نونو بتسلم عليكم. نونو سلمي عليهم. نونو اديهم بوسه، قول لهم نعم. نعم قول لهم عاملين ايه، قول لهم عاملين ايه. بوس كده وخلاص. قول لهم حطوا لايك لماما. بتقول لكم حطوا لايك لماما وكومنت بقى قمر وبوسه حلوه كبيره قوي قوي للنونه العسل اللي غرقتكم. بوس دي اديهم بوسه تاني.
قول لهم حطوا لايك لماما. نونو نونو قولي نعم. نونو نعم. انت جميله، انت عسل، يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب. وربنا يهديها ويتم عليها كده النعمات بتاعتها دي، وما تصوتش وترقع بالصوت وتفرج علينا الناس. يتم عليها. بصوا كيوته كده وجميله وبسكوته، ولا بتخرب في حاجه ولا بتبوظ حاجه ولا بتكسر في البيت ولا اي حاجه يا بنات. بصوا مربيه ملاك في البيت، ملاك. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه. عملت الكميه كلها زي ما حضراتكم شايفين كده. وتعالى اقول لك ايه، كام فكره او كام حاجه حلوه كده صدقيني هتنفعك قوي قوي في حياتك لو عملتيها. بصي، اسرارك مفيش حاجه اسمها اسرار ان انا اديها لحد. اسرار بيتك واسرار جوزك بقك بس هو اللي، ودماغك وانت بس وجوزك اللي تعرفوه. ما ينفعش اتكلم مع جارتي، اتكلم مع صاحبتي، احكي معاها من باب الفضفضه. لا، مفيش فضفضه دلوقتي يا بنات، والله العظيم حرفيا اقسم بالله العظيم ما في حاجه اسمها فضفضه، ولا ينفع تفضفضي مع حد ولا ينفع تتكلمي مع حد. كل كلمه بتتاخد ضدك، كل كلمه بيطلع بيجي وقت، وكل الكلام اللي انت قلتيه ده بيطلع، مفيش حاجه بتستخبى. فلانه اللي انت حكيتي لها هتحكي لمامتها، هتحكي لاختها، هتحكي لاخوها، هتحكي وسيرتك هتبقى على كل لسان. والمفروض ان انت مأتمناها على اسرارك وبتتكلمي معاها بتفضفضي. لا، ما احنا بطلنا نفضفض. مفيش فضفضه. بصوا ده الدرج اللي انا بقول لكم عليه، انا طلعته بس عشان اخد راحتي كده واعرف ارصهم كده بالراحه، ما اسيبش الفريزر مفتوح، عشان لما بيفضل مفتوح بيفضل يصفر بقى وبيعمل ازعاج ومرستان في البيت لغايه لما اقفله يعني. بس بدات كده رصيت، عملت اللي هي الاكياس اللي كانت كبيره شويه لفيتها رول كده، والاكياس التانية بططتها، وهبدا اسحب الكيس اللي هسحبه هو اللي هستخدم منه معلقه ناشفه نظيفه لغايه اخر الكميه ما بتخلص يا بنات. اقسم بالله العظيم بيفضل اللون ابيض زي ما انتم شايفين كده، ولا في اصفرار ولا في احمرار ولا في اي لون من الالوان اللي تيجي في بالكم. حاجه كده في منتهى الجمال، بطريقه مضمونه وناجحه، وبسم الله ما شاء الله. جربي الطريقه دي ان شاء الله بامر الله تعجبك على طول يعني، تعتمديها بامر الله. والملوخيه قلت كمان هرجع احطها كده في البرطمانات. فضيت الملوخيه وفضيت الفريك بحيث ان الدنيا تبقى رايقه، مش تبقى مزحومه باكياس كده، واحس ان الدنيا مكركبه ومدربكه. لو عندك بقى جاره او عندك يعني ناس من جيرانك من حواليكي، اكتر من صباح الخير صباح النور، نصيحه مني ليكي ما تقوليش صباح الخير صباح النور ازيكم الله يسلمكم فقط لا غير. الاختلاط الزياده بيجيب مشاكل، الاختلاط الزياده بيجيب قالوا وقلنا وعاد وعدنا وفي الاخر بتقولي ان هم بيحسدوني وبيبصوا لي في لقمتي وبيبصوا لي في شنطتي وبيبصوا لي في الحاجه اللي انا جايباها. طب وليه؟ انا في غنى عن الكلام ده كله. انا افضل قاعده كده في بيتي قافله بابي على نفسي مع بيتي واولادي، واكفيهم بس تفكير واكفيهم بس رغي، انا كده نعمه وفضل الحمد لله. يا سلام لو كل اللي ينده عليكي من عيالك تردي بس نعم وتسمعي للاخر، انت كده 100 فل و10. ما عنديش وقت ان انا اضيعه مع حد تاني، ما عنديش وقت ان انا ارغي في حاجات ما تخصنيش، حاجات ما تهمنيش، مش هينوبني منها الا وجع الدماغ وخلاص. نفسك بقى تجددي حاجه في بيتك، نفسك تجددي حاجه في عفشك، في حاجات كتير حطها قوي في دماغك، ممكن تسكتي ما تتكلميش، اسكتي، اتعلمي انت تسكتي، اعملي كل حاجه في صمت كده. قالك داري على شمعتك تقيد. مش افضل اقول ده انا نفسي اعمل، لا ده انا عامله الجمعيه الفلانيه وهروح اجيب بيها ما اعرفش الحاجه الفلانيه، لا ده انا محوشه وهفتح الحصاله واجيب بيها حاجه. لا، اعملي من غير ما تتكلمي، ما تعرفيش حد عنك اي حاجه، في سرك، كل حاجه في سرك عشان كل حاجه تتم كده على خير وتمشي كده بسلام وامان. لا بقبض كام ولا معايا كام ولا الكلام، اي كلام كده ملوش لازمه ما اتكلمش فيه. والله العظيم لو قفلنا بقنا احنا هنعيش في نعمه، اقسم بالله حرفيا هنعيش في نعمه. البيت بقى، البيت ده برضو امي بعتهولي، ربنا يديها الصحه والعافيه ويبارك فيها يا رب. كان في كده كام بيضه كده مطقوشين كده يعني مخبوطين كده، فنزلوا طبعا اتلحوز بقيه البيض من اللحواسه اللي نزلت من البضايه. لو حطيت كله من غير ما امسحها هتلاقي البيض كله لزق في بعضه. يرحمكم الله، يرحمكم الله. بلاقي البيض كله لزق في بعضه وبيتكسر. فبجيب حته قماشه او الاسبونشه بتاعه المواعين وبلمع كده البيضايه كده مكان الحته اللي متلحوسه دي، وبروح منشفاها وخلاص كده. والبيض عندي بيبقى زي الفل وما بيلزقش في بعض ولا اي حاجه. اوعي تتكلمي وتفضلي تقولي نقط ضعفك ايه. يعني انا بتكلم مع فلانه، مع زلفتي، مع جارتي، مع اي حد، ما تبينيش اللي قدامك اي نقط ضعف ليكي خالص خالص. نقط ضعفك انت بس اللي تحتفظي بيها لنفسك. عندك ديفوهات في جسمك، بطنك كبيره، عندك انت جسمك تخين، انت اي عيب فيكي ما تتكلميش في قدام اي حد عشان تبقى انت شخصيتك قويه. لا، انت واثقه في نفسك، هتتكلمي انت كده بتقلي من نفسك. لا، انا كل حاجه فيا عجباني، حتى لو انا تخينه، حتى لو عندي كرش، حتى لو انا قصيره، حتى لو شعري اقرط، حتى لو في اي حاجه، انا جميله وحلوه وزي العسل وزي السكر. بثقه تبيني اللي قدامك قد ايه انت واثقه في نفسك، اللي قدامك بصي هيحترمك اكتر وهيقدرك اكتر. يعني كل لو اتكلمت في اي حاجه تخصك او اي نقط ضعف ليكي، صدقيني اقسم بالله العظيم هيجي يوم وكل الكلام اللي انت قلتيه ده هيطلع ضدك، وبصي من الاخر كده هيظهر لك شياطين على هيئه بشر.
اقسم بالله العظيم حرفيا هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي حاصل، بس ممكن احنا ما بناخدش بالنا الا في اوقات بصوا كده معينه يعني. شفت بقى قالك لما بيقولك تسلم الشده اللي بينت الناس الكدابه، لما يجي عليكي وقت كده تبقي انت على اخرك تبصي تسمعي بقى كل الكلام اللي انت قلتيه والكلام اللي انت قلتيه. مفيش اي حاجه بتستخبى دلوقتي ولا بتدارى. فانا مش عايزه امسك قدامي فرصه عليا، مش عايزه اللي قدامي يمسكها عليا واحده زي ما بيقولوا، ويتقال عليا ويضحكي عليا ويتجاب في سيرتي. لا خليني في حالي، ولا اجيب في سيرتك فلانه ولا في سيره علانه. حتى لو انا عارفه ومتاكده ان انا قاعده فوق راسهم، وحتى لو انا عارفه ومتاكده ان هم حاطيني فوق راسهم وزاعقين زي ما بيقولوا، لا انا كده عادي برضو ولا اي حاجه، ولا تدي اي اهتمام نهائيا. ايا كان مين بقى اللي حطك في دماغه، ولا مين اللي بتغير منك، ولا مين اللي بتبصلك وبتقلدك في كل حاجه، ولا اي حاجه. تجاهلي كل حاجه ولا كانك واخده بالك. واكيد كله شايف مين اللي بيقلد مين. حتى لو بتكرهيها، ولا حتى لو انت فلانه دي اللي بتقلدك او بتعمل لك او حطاكي في دماغها انت بتكرهيها، اوعي اياكي تبيني ان انت بتكرهيها. كل اللي انت تعمليه تجنبيها فقط لا غير. صدقيني لو انت بينت لاي حد ان انت بتكرهي فلانه دي اللي بصلك وبتقلدك وبتعمل لك وبتسويكي وتسوي لك وكل الحوارات دي، الكل هيقول عليك انت غيرانه منها، بتحقدي عليها وغيرانه منها. لا طب وانا ولا غيرانه ولا بحقد. يبقى تجنبيها خالص وما تجيبيش سيرتها، ما تقفيش معاها، ما ترغيش معاها. كلام بحدود، كل حاجه بحدود وحساب. ما تخليش اي حد يعرف عنك اي حاجه. انت كده هتبقي ما بتديش اللي قدامك فرصه ان هو يمسك عليك غلطه. مختصره ومريحه دماغي ومريحه نفسي وكفايه على بيتي وولادي. انت كده ست بيت 100 فل و10. مفيش حد يمسك عليكي غلطه، مفيش حد يفضل يقولك قالت وعادت وعملت وسوت. لا اختصري بالادب وبالذوق بالاحترام، احسن ما اختصر بالفضايح بعد كده، احسن ما اختصر بالمشاكل ويقولوا دي قالت ودي عادت ودي عملت. طب وليه انا في غنى عن الكلام ده كله؟ صدقوني والله العظيم احنا بس كفايه علينا بيتنا وعيالنا ان احنا نكفيهم بس تفكير كده زي ما بقول لكم. والله العظيم في الضغوطات وفي الوقت اللي احنا فيه وفي الزمن اللي احنا فيه وفي الدربكه اللي حوالينا دي من كل ناحيه، احنا بس نفكر في بيتنا واولادنا، وفكري ازاي تستوري بيتك، وازاي ما تتجوزيش وتتحوجي لحد، وازاي ما تمديش ايديك لحد، وازاي ما تقوليش لحد اديني 50 جنيه ولا اديني 100 جنيه اجيب اكله ولا اجيب بنطلون لابني ولا تيشيرت لبنتي ولا اي حاجه. انت كده تبقي زي الفل. ربنا يا رب يعينك على حالك ويعيننا على حالنا، ويكفينا شر كل حاجه تاذينا. يبعد عننا الناس المؤذيه، يبعد عننا شياطين الانس، شياطين الانس قبل شياطين الجن، ويكفينا شر فواجع الاقدار. اللهم امين. ما يقدرش علينا باي حاجه تخضنا ولا توجعنا ولا تجرحنا ولا تضايقنا، لا على عزيز ولا على غالي. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى نشوف الفطار بتاع النهارده. بصوا هقول لكم على حاجه. المقطع ده متصور من قبل مامي تبعت الحاجه. يعني انا في اليوم اللي انا نضفت فيه التوم ده انا كنت مطلعه اكل تاني غير الاكل ده خالص، بس لقيت بنفس الجلابيه اللي انا لابساها، لقيت المقطع ده بتاع الفطار ده متصور من كام يوم بنفس الجلابيه دي، فقلت ايه هحطهم على بعض عشان ما تتوهوش. وعامه انا من الناس بصوا الحوض بتاعه قصير، وسبق اتكلمتك بالموضوع ده كده كتير، في الموضوع ده كتير. الحوض بتاعي قصير، فمن اقل كوبايتين بغسلهم او بشطفهم بلاقي نفسي ضرقت ميه، فبطلع جري اغير. فممكن تلاقوا في الفيديو ثلاث حاجات، 3 كمام، كل كم من لون شكل عادي جدا، تقبلوا كل حاجه. علشان انا ايه بتبلي ميه وبتغرق وبغير كتير، لان انا ما بستحملش الميه، جسمي هدومي تبقى مبلوله يعني وكده. تمام. ولو لسه موجودين معايا في الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسوش اختكم بلايك حلو للفيديو والكومنت القمر اللي بيفرحني. يا ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعم. تسلموا لي ويسلم دعمكم وسؤالكم عليا وكلامكم الحلو ليا، تشجيعكم ليا، يديمكم في حياتي نعمه واكبر بيكم بامر الله. بس ما تنسونيش بقى باللايك الحلو والكومنت القمر اللي بيفرحني. ربنا يديمكم في حياتي نعم حبايب قلبي. انا كنت مطلعه كيس فراخ حطيته يتسلق، والرز بصوا يا بنات الرز واحده وواحده طعم تاني ولون تاني وريحه تانية عن الرز ابو شعريه، فرق من السما للارض. هتقولي لي هو بصوا هو الرز واحده بواحده مكلف في ايه؟ في ان هو انت تحطي رز كتير. لكن لو عملت مثلا كوبايه شعريه عليها كوبايتين من الرز انت بتوفري رز، والرز غالي، مع ان دلوقتي الرز يعني غلوه زي غلو الشعريه، يعني مش شايفاش ان في فرق. بس بحس ان الشعريه لما بتحطي شعريه بترمي معاكي كميه اكتر. لكن الرز بواحده بواحده ليه معجبينه وليه عشاق، وكفايه ريحته بقى اللي بتبقى جايبه لكم اخر الدنيا دي. يعني انا عندي الرز واحده وواحده ده حاجه كده بصوا ما يتعملش الا للحبايب. بياخد اصلا وقت في تحميره، ما زيش الرز ابو شعريه. الشعريه طبعا دقيقتين 2 بس واقلب والدنيا شغاله زي الفل كده. وبطعم ولون. وسبحان الله الرز واحده بواحده تشم ريحته من اخر الشارع كده. حمرت الرز وعملت كده طبق كان عندي صلصه، ما كانش عندي صلصه عملت كده حبه صلصه سراع حلوه سراع دي. ونزلت عليهم بكيس من اللوبيا اللي متخزنه في الفريزر. لوبيا مين؟ نانا بتعمل ايه؟ نانا فين؟ نامت. قول لهم حطوا لايك بقى لماما قبل ما الفيديو يخلص. قول لهم حطوا ماما لايك. طب اديهم بوسه.
وديكوا بوسه بضمير. وده كان فطارنا النهارده، وهتنسوا اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم سلام عليكم.